في قرية هادية في المنوفية، كانت الزغاريد لسه صداها في الهوا، فستان أبيض ووشوش بتضحك وبيت جديد المفروض يتبني على المودة. بس اللي حصل بعد كده ما كانش فرح، كان واحدة من أبشع الجرائم اللي هزت مصر كلها. خلي بالك، القصة دي مش عن موت وبس، دي عن سكوت، خوف وضغط بيتراكم لحد ما ينفجر. كريمة كانت بنت بسيطة زي بنات كتير، اتجوزت على أمل بداية جديدة، بيت أمان وستر. الناس كلها شافت الفرح، بس محدش شاف اللي ورا الأبواب. من أول أيام الجواز بدأت المشاكل، مشاكل صغيرة في شكلها بس تقيلة في إحساسها. كلمة جارحة، نظرة قاسية، تحكم وغيرة مرضية. كريمة حاولت تتحمل، قالت لنفسها يمكن بكرة أحسن، يمكن ده طبيعي. الأيام عدت والضغط زاد. كريمة ما كانتش بتشتكي كتير زي ستات كتير بتخاف تقول أنا تعبانة. الخوف من كلام الناس، الخوف من لقب مطلقة، الخوف من الرجوع بيت أهلها مكسورة. وفي يوم حصلت خناقة، مش أول مرة بس كانت الأخيرة. البيت اللي المفروض يبقى أمان تحول لساحة رعب. في لحظة غضب من غير عقل ومن غير رحمة، كريمة العروسة ماتت. مش بس جسدها اللي انتهى، لكن حلمها، ضحكتها، وحكاية كانت لسه في أول سطر. القضية اتفتحت والحقيقة ظهرت، لكن السؤال اللي فضل في عقل الناس، ليه الخوف يسكت؟ وليه العنف يبدأ كلمة وينتهي جريمة؟ القصة دي مش عشان الفضول ولا عشان الصدمة، القصة دي عشان كل بنت بتسكت وكل ست بتقول هستحمل. العنف مش طبيعي والسكوت عليه مش حل، وأي علاقة من غير أمان ما تستاهلش تكمل. لو سمعتني دلوقتي افتكري كريمة، وافتكري إن حياتك أغلى من أي خوف.